ديزني احيانا بيعملوا اعمال نظيفة بين الحين والاخر، بس الواحد بيلاقي ان الموضوع صعب شوية ان نتكلم عن الاعمال ديت ونديها حقها بالكامل. والصراحة يعني دي بتكون غلطة ديزني وجزء منها غلطة الجمهور. مش هنعيد في كلام قلناه 100 مرة قبل كده، بس عشان ندي الناس اللي اشتغلوا على المسلسل ده حقهم بعيدا عن كل الدوشة والصياح اللي حصل. في 2019 مسلسلات ديزني الرسومية التقيلة انتهت، واللي اتبقى كان على وشك الانتهاء. بداية جديدة وحقبة جديدة لديزني هتضمنها منصات جديدة زي ديزني بلس، اللي على حسب كفاءتها ممكن تزود المحتوى الرسومي. بداية الحقبة الجديدة بدأت مع مسلسل أمفيبيا اللي طلع ترند بسرعة، وخصوصا إنه صانع المسلسل كان واحد من مخرجين مسلسل جرافيتي فولز اللي له سمعة كبيرة لوحده في الوسط الرسومي. وقد إيه المسلسل ده من أقوى الحاجات اللي خرجت من ديزني. أمفيبيا نازل كبير، نازل يبقى سخن لكل محبي الرسوم المتحركة، وكان ناجح في الأول. خلينا نبسط الموضوع. المسلسل ممكن يمشي بكذا حاجة. ممكن نقول عليه انه بيتشبه في البناء لمسلسلات زي وقت المغامرة مع مسلسلات ديزني السابقة، يمشي. ممكن نقول ان كوميدي زي سبانج بوب وكل حلقة ليها فكرتها وتنفيذها فريد من نوع عن الحلقة التانية، يمشي. ممكن نقول انه مليان حلقات كتير والمسلسل مليان حشو، يمشي. المسلسل ممكن يمشي بكذا طريقة، بس الطريقة الأصح لوصف المسلسل إنه مسلسل مليان حلقات كتير وكوميدي، مش عشان عشوائية محتوى زيادة لهدف محتوى خلاص. ده بيحصل في كذا حلقة، لكن ده مش بشكل متكرر ومش الهدف العام. في أغلب الوقت الحلقات الكتير قوي ديت بتكون موجودة عشان تبني العالم والشخصيات بشوية سكريبتات كده، حاجة ميكس بين سبونج بوب وجامبل. والمغامرة بتبقى حاجة ميكس بين وقت المغامرة وأعمال ديزني السابقة. يعني المسلسل عارف هو بيقدم ايه بالظبط، ومجمع كل الحاجات الحلوة في خليط واحد. في الموسم الأول احنا بنكتشف عالم غريب بشخصياته ومواقفه والحاجات المريبة اللي موجودة فيه. المخاطرة والتنفيذ مليان إبداع مع اقتباسات علمية رائعة عن البرمائيات وصياغة أفكار اتشافت في مسلسلات مختلفة تانية، بس بتنفيذ خاص مع المسلسل ده وممتع في المسلسل ده. في بداية المسلسل كان في عدد كبير من المشاهدين اللي توقعوا المسلسل ده هيبقى واحد تاني من أعمال ديزني القوية، بس مع الوقت المسلسل بدأ يقلب لحاجة أقل من اللي الناس متوقعاها. فمع كل حلقة جديدة كانت بتنزل كان اهتمام الناس بيقل أكتر، مع إن المحتوى اللي متقدم نفسه محتوى نضيف يشد كل المشاهدين من جميع الأعمار كقصة وشخصيات ودراما وكوميديا، والناس هتحب اللي معروض على الشاشة. لكن لأن الناس كانت تنتبه أكتر للقصة فما كانتش المشاهدات قوية قوي، لأن المسلسل مش مستهدف قصته بشكل أساسي في الحلقات كان بيحصل فيها بناء لكل حاجة، لكن الناس مستنية القصة المهمة اللي هي عودة آن، ساشا ومارسي للعالم بتاعهم. لحد منتصف المسلسل ما شفناش غير طرف واحد بس من الثلاثي المفقود، وهي شخصيتنا الرئيسية آن. وبنركز معاها في المسلسل في كل حلقة وهي بتكبر جدا في البناء والشخصية بتاعتها، وازاي بتنضج وسط مجموعة البرمائيات اللي عايشة في وسطهم. بتتعلم تحب الحاجات الصغيرة وتلاقي استخدام للي اتعلمته في المدرسة، وجزء من شخصيتها الذكية يبتدي يسطع، لكن هي مش عارفة تطلع كل ذكائها في الحاجة اللي هي بتحبها. في نص الموسم الأول بنشوف شخصية ساشا، حلقة كاملة مخصصة ليها بتبني شخصيتها بشكل أكتر من ممتاز في حوالي 10 دقائق. مش هحرق عليكم أكتر من كده، كفاية اللي قلته، لكن الكلام ده حمسنا أكتر لأحداث المسلسل اللي هتحصل. بس المسلسل استمر على نفس الوصفة اللي فضل شغال عليها لحد الوقت ده ولحد نهاية الموسم. الأنظار ارتفعت أكتر مع جدية وبناء وحكي قصة الحلقة الأخيرة المميزة اللي المسلسل تعامل معاها بكل عبقرية. جذب المشاهدين أكتر مع الحلقة الأخيرة، لكن دي كانت بداية تسلق الجبل بالنسبة للمسلسل، وللأسف هيقع في الموسم الثاني. في الموسم الأول المسلسل فضل ناجح في كل خطواته عشان يبني العالم والشخصيات ويقدم كوميديا في النص، عرف يلعب بالمنطق وحكي القصص. ده غير انه زي بوجاك هورسمان بيعرف يخلي المشاهدين يلاحظوا حاجات ما خدوش بالهم منها في أول مرة مشاهدة في المشاهدات اللاحقة. تعامل المشاهدين مع المسلسل كان منطقي. الحلو في المسلسل اتقدم باللي المسلسل يقدر عليه، وتعامل الجمهور كان شبه على حق. لكن في عمق المسلسل زي الأعمال الرسومية القوية اللي هتخلي المسلسل مع الوقت يستمر ويكون ممتاز، لأن المسلسل حلو ووفر كل حاجة تليق معاه بامتياز، وتبين المسلسل إنه أكتر من إنه على قده،
ومليان حكي كتير وقصص شغالة وتخلي العالم بيستضعف أكتر من مكان حتى لو القصة مش مستثمرة معاها. لكن الموسم التاني كان هيبقى الدفعة القوية اللي المسلسل لم يكن يتوقعها. Oh, Frog, I'm unemployed! الموسم التاني بدأ وكأن المسلسل رجع لنقطة الصفر من البداية، مع زيادة الفضول في التعرف على عالم المسلسل بشكل أكبر عن الموسم الأول، والمخاطر ارتفعت أكتر عن الموسم الأول، وسرد المسلسل بقى أقوى عن الموسم الأول. في نفس الوقت ارتفاع جودة المسلسل بالشكل الكبير ده، المسلسل نزل على خفيف لغلطات مسلسلات تانية بترتكبها، إنه بيعيد تدوير وصياغة الحلقات هي من الموسم الأول بتغييرات صغيرة عشان تلائم قصة الموسم الجديد والعالم والقصة واللي بيحصل. لكن الموضوع مش كله سلبي، في إعادة تدوير اتعمل صح لحلقات معينة بس مش هيتم ملاحظتها بسبب إنها اتعملت كويس. الكوميديا ارتفعت في الموسم التاني بس بروح المسلسل مع نفسه، مش حاجة خارقة زي جامبل مثلا. الموسم التاني أتقن اللعب على الكليشيهات بتاعته بطرق عبقرية واستخدام البناء في الكوميديا. Do you ever think it's weird when the main characters aren't in an episode? You don't miss them. كمية الإفيهات الموجودة اللي المسلسل بيستخدمها عشان يخدم سرد القصة متنفذة بشكل بسيط وجميل. المسلسل ممكن يحط كوميديا سوداء مع تقل القصة بتاعته، بس بيرجع يفكر المشاهدين إنه بيعرف يدمج ما بين جدية البناء والرفاهية الكوميدية اللي بيقدمها للجميع. Wally, how long has that been there? Oh, a season at least! لو كنا متوقعين المسلسل يخسر متابعين من جميع الأعمار بعد النهاية بتاعة الموسم الأول وبعد البداية الخفيفة بتاعة الموسم التاني، فتوقعنا ما كانش في محله. كتابة الموسم التاني كلها مستثمرة في نفسها من أول حلقة، وخلى الموسم فريش ومش بيخسر المسار بتاعه ويروح يمين وشمال زي كل شوية ما كان بيحصل في الموسم الأول. المسلسل ما كانش بيمط، وكان محافظ على نفسه بشكل قوي جدا في الموسم التاني حتى مع مشاكله الصغيرة، والسبب اللي خلق الفاندم بتاع المسلسل. إثارة وفضول ومخاطر أكتر مع كل حلقة بتظهر من عدة زوايا، وظهور أكبر إضافة في المسلسل خلت الناس تتابع المسلسل أكتر من الأول، والمسلسل بقى ماشي بمعايير أعلى يليق لعدد المتابعين الجدد اللي جايين، وخصوصا المهتمين بالإضافة الجديدة ظهور شخصية مارسي. مارسي ظهرت في ربع الموسم الثاني، وظهورها أبهر وجذب عدد كبير جدا معجبين ليها وللمسلسل. مش بس اهتمام كبير ليها لكمية الإضافات اللي هتكون موجودة بسببها في القصة ومدى تدخلها في سرد الموسم، بل المسلسل بالكامل الشخصية بتاعتها حبوبة وهتصدعنا. This is real. Yeah, very real. البنت شاطرة، بتحب تتعلم، بتحب الألعاب، غير واعية، ما عندهاش أي مهارات اجتماعية اللي المسلسل بيلعب عليها وعلى كل النقط بتاعتها عشان يبني شخصيتها كويس بشكل بسيط وسلس وسريع. كل نقط البناء اللي فاتوا بيرجعوا معانا تاني عشان يبنوا باقي شخصيات المسلسل التانية مع آن وساشا. الاتنين ظهروا كتير في الموسم ده، وعلى ظهورهم وتفاعل البنات مع بعض هنلاقي بناء أكتر بيحصل منهم، اللي بياخد من الموسم الأول واللي بيزود على الموسم التاني، وخصوصا مع آن هي بطلة المسلسل في النهاية يعني. جدية الموسم التاني في بنائه وادخال عاطفة موجود من أول حلقة لحد نهاية الموسم، اللي هي أقوى محتوى تم وضعه على شاشة قناة ديزني بمشهد قتل مباشر بيحصل في مسلسل عائلي. انهيار العواطف ما بين الشخصيات طالع بمرونة عالية جدا في الموسم ده، لعب على بناء الشخصيات ممتاز جدا في إعادة وضع الشخصيات زي ساشا على الشاشة، وازاي المسلسل بيقدر يحول البناء في صالح الشخصيات أو ضدها. الكتابة رائعة جدا في بناء الشخصيات في الموسم الثاني، وتحركات الشخصيات في نضوجهم مع مغامراتهم في العودة للعالم بتاعهم كله متنفذ بشكل أكتر من رائع. والكتابة الرائعة ترجعنا تاني نتكلم عن مدى عظمة حلقة عظيمة زي خاتمة الموسم الثاني من مسلسل أمفيبيا True Colors. حلقة بتبدأ بتنبيه المشاهدين إنها ممكن ما تبقاش لايقة للأطفال وممكن تخوف. كل بناء الموسمين اللي فاتوا هيتحطوا في عجينة واحدة في الحلقة ديت، والكتابة قدرت تساعد وتقدم محتوى ممتاز في حوالي 24 دقيقة على الشاشة، مع أكشن ربما الأقوى في المسلسل لحد تلك اللحظة. لعب على ثقة الثلاث شخصيات الأساسية بتاعتنا ببعض، وإزاي الشخصيات بيتفاعلوا تجاه بعض وأكتر. حلقة ما أقدرش ألخصها غير إنها هتتحس إنها هتخلص في 5 دقايق. المخاطرة كبيرة جدا في الحلقة دي،
والجمهور مستثمر، ومع فرصة أخيرا لخروجنا من عالم أمفيبيا. واحد من أتقل المشاهد اللي ظهرت في أي مسلسل عائلي ما يحمسناش غير إننا عايزين نعرف هيحصل إيه. What is this place? Home. الموسم التالت بدأ وبسرعة دخلنا في مشاكل بسببه. وقت الإنتاج الموسم ده اتعمل فيه كان في الوباء، وحاجات كتير وأفكار كتير من عالم المسلسل تم اقتباسها ومستوحاة من تأقلم العالم مع الوباء في ازاي الموسم ده اتعمل بالكامل، ومن أولها والناس معترضة. المشكلة التانية بقى واللي بتجر وراها مشاكل إن الموسم التالت كتابته مليانة مشاكل من أوله لآخره. الموسم اتحس انه مليان كرواتة كتير جدا، واتحس انه اتقطع في نص الطريق وكان المفروض مدته تكون اكتر من كده، وفي حاجة حصلت في النص. يأكد على الموضوع ده اكتر ان المسلسل كان المفروض يعمل كروس اوفر مع مسلسل The Owl House قبل ما يدخل في الزيطة اللي حصلت، وكأن الموسم الثالث كان المفروض بيجهز لحاجة كبيرة يقفل بيها المسلسل، ان الخاتمة بتاعته كانت المفروض تبقى فيلم تلفزيوني مدته حوالي 1.5 ساعة، والفيلم ده اخدناه على مدة حلقات في الخاتمة بتاعت المسلسل في الموسم الثالث. لكن بقى الموسم الثالث اتضرر في المقابل لكمية المشاكل اللي هيقابلها. حلقة ترو كارز في الموسم الثاني فتحت الباب لجمهور كتير جدا يدخل المسلسل، وناس تستثمر نفسها في المسلسل وتتفرج عليه من أول حلقة في انتظار اللي هيحصل في الموسم الثالث بعد المشهد التقيل اللي حصل في نهاية الموسم الثاني وبعد البناء النصفي اللي حصل في الوسط، وكأن الأقدار والمخاطر مرتفعة. وطبعا الكلام ده المفروض هيتشال ويفضل لحد حتى الموسم الثالث، وهما بيتعاملوا مع الدراما اللي حصل في الموسم الثاني والخوف من اللي بيحصل في عالم أمفيبيا. بس بداية تأقلم المسلسل في الموسم الثالث تختلف مع حتى آخر مشهد في الموسم الثاني. آن في نهاية الموسم الثاني شعورها باين بالخوف والرعب مع عائلة البلانترز، وازاي تحاول ترجعهم وترجع صحابها وتحاول توقف حرب على وشك انها تبدأ. في الموسم الثالث مع الكتابة الرسمية للمسلسل بدأنا وكأنه يوم آخر في حياة آن ووالديها اللي أخيرا هنشوفهم، ورجعت ليهم بعد اختفاء 5 شهور داخل عالم المسلسل. كأن المسلسل ماشي بمغامرة مختلفة عن القصة اللي حصلت في خاتمة الموسم الثاني من أول حلقة، والموضوع باين إنه فيه حاجة غلط على الرغم من الكتابة المشبوه فيها، لكن التنفيذ ما كانش وحش، حاجة تفيد بالغرض والناس تفضل تتفرج عليها. بعدين نيجي للكوميديا، والسرد بتاع المسلسل مش أحسن حاجة، بل نقدر نقول إن المسلسل بيخسر الكوميديا بتاعته في الموسم ده. الإفيهات واللعب عليها مش أحسن حاجة، والموسم مليان حاجات بدل ما يتقال عليها كوميديا ممكن يتقال عليها لعب بارع في الكلمات على مواقف المسلسل. Thanks for letting me borrow your TV. Just be careful. This thing is like a son to me. كوميديا الموسم ممكن اختصرها بكل سهولة في الراجل ده. والد آن هو اللي شايل الموسم كله من ناحية الكوميديا والوان لاينرز اللي بيرميها عن باقي شخصيات المسلسل حتى البلانترز نفسهم. Finally, my new one-of-a-kind limited edition controller just came in. كوميديا البلانترز في الموسم الثالث طالع كأنه حاجة من فيلم المينيونز اللي نزل في 2015. في انحدار قوي جدا في كوميديا الموسم الثالث مصطحب مع الكتابة بتاعته. وبعدين نيجي للشخصيات. شخصيات كتير ظهرت في الموسم ده طالعة ضعيفة وبتخلي المسلسل في الآخر بعد ما طلع عالية قوي في الموسم الثاني انه ينزل في منطقة امان في الموسم الثالث غير مريحة. الشخصيات طلع كرتونية جدا بالنسبة للمسلسل، عرف يوازن الموضوع ده في الموسم الثاني وحتى في الموسم الأول. أسوأ من كده إنه في أوقات كتير هيكون في حلقات عبارة عن تضييع وقت للمشاهدين، وأنا مش بتكلم عن حلقات الحشر اللي موجود كتير قوي منها في الموسم ده، أنا بتكلم عن حلقات تتضمن القصة نفسها بس ممكن عادي نتفاداها لأن الجزء المهم منها عبارة عن أقل من دقيقة محتوى في كامل الحلقة نفسها. هو ممكن يبان ان انا بطلع الموسم في صورة سيئة، لكن لكل عيوبه لسه موسم ممتع جدا للمشاهدة، موسم جيد جدا انه يكون ترفيهي لكن ابداعي لا. يعني على الناحية الترفيهية نقدر نشوف ان رسومات المسلسل عليت قوي في الموسم ده، احسن رسومات في المسلسل كله موجودة في الموسم ده، والاكشن قمته موجودة في الموسم الثالث. هو كل مشكلته تكمن في الكتابة،
لأن حتى بتدخلات ديزني اللي حصلت المسلسل ما تأذاش بنفس الشكل اللي الناس مفكراه، وهقول ليه كمان شوية. اللغز الأكبر اللي موجود في كتابة الموسم الثالث هو ليه المسلسل مال أكتر إنه يكون pop culture references ويتخلص من الجدية اللي بناها في الموسم الثاني عشان يقدم أسخف حاجة موجودة في المسلسل، أحيانا بتكسر بناء الشخصيات اللي حصل في الموسمين اللي فاتوا عشان يرجع يقدم حلقة تقيلة زي خاتمة الموسم الثالث تتحس إنها اتكتبت بشكل مختلف عن باقي الموسم الثالث. يعني حلقة الحرب وحلقة ماجورز ماسك، أيوة أنا سميها ماجورز ماسك، الكتابة بتاعتهم تقيلة، وكتابة الحلقتين بتوع مارسي وأندرياس مكتوبين بتقل مقتبس من الموسم الثاني للمسلسل، كأن الحلقتين دول مع الخاتمة اتعملوا في زاوية تانية لوحديهم عن باقي الموسم. يفسر ايه بقى اللي حصل وقتها؟ ليه ما كانش فيه انتباه عن البنتين التانيين اللي مخطوفين جوه عالم المسلسل مع وقت وصول آن؟ ليه ما كانش فيه اي تحركات عن ظهور الضفادع في عالم البني ادمين من اول حلقة في الموسم؟ عشان واضح انهم كانوا عايزين يعملوا كده من نهاية الموسم الثاني. في اسئلة كتير وللأسف ديزني هي الإجابة. أمفيبيا بدأ كمسلسل كوميدي عائلي، وده اللي ديزني كانوا دافعين فيه فلوس. واحدة واحدة المسلسل بدأ يعلى على نفسه ويقدم محتوى تقيل مع كل فرصة بتتاح ليهم، بس احنا مش عايزين نقدم محتوى عائلي وفي نفس الوقت نخوف الجمهور بتاعنا، لأن كده احنا بنخسر فلوس ومش ده اللي احنا اتفقنا عليه أصلا. أنا متفاهم وجهة نظر ودماغ البيزنس بتاع ديزني، وهم هنا معاهم حق، بس في نفس الوقت المسلسل لو كان استبل شوية حرية في الكتابة كان هيبقى بلا شك أعظم مسلسل رسومي خرج من الشبكة. أصل خلينا واقعيين، أمفيبيا مش بنفس شعبية The Owl House عشان The Owl House بيلعب على مستويات تانية بتخلي الناس تتفرج عليه. أمفيبيا لو مسك نفسه في القصة بتاعته في الموسم الثالث كان ممكن بكل سهولة ينافس The Owl House في الشعبية بتاعته ويكون المحتوى الأفضل على الشبكة ما بين الاتنين. المسلسل كان فعلا بيجهز لحاجة كبيرة في نهاية الموسم الثاني، وكده كان عنده كل المقومات اللي تشيله. كتابة البنات وبنائهم مش ماشي أبيض وأسود، بالتلاتة بيغلطوا مرة واتنين وتلاتة، والبناء مش بينسى إنهم شوية أطفال لسه بيفهموا الحياة بتمشي إزاي. روح التجربة موجودة ومليانة في المسلسل، لكن الحرية في الكتابة ما كانتش لأبعد حدود، لأن من ناحية إيذاء المحتوى إذن المحتوى ما تضررش زي صديقه الآخر ذو الشعبية الكبرى. الصياح اللي حصل مع مسلسل The Owl House مش باين مع مسلسل أمفيبيا حتى لو نفس الصياغة موجودة، لأن الكلام ده مش بيحصل أو بيتلمح له بشكل مباشر، ومفيش أطفال هتفهم الكلام ده لوحدها. الكلام ده يتفهم لحد واعي جدا على الاجتماعيات، وده اللي خلى شعبية The Owl House تكون أعلى من أمفيبيا. أكيد في شخصية زي مستر إكس، بس ده يعتبر نص انتاجونست بتاع الموسم الثالث، والأطفال مش هتحط في دماغها حاجة زي دي. فزي ما قلت قبل كده المسلسل انتهى بأقل مخاطر وأقل مشاكل. أمفيبيا مسلسل حلو كويس جدا الصراحة، وممكن يتقال عليه عظيم. بدأ بحاجة كوميدية خفيفة الناس ما اهتمتش بيها، بس قدم قصة وسرد حلو عن التغيير والنضوج، ومليان أكشن حلوة قوي لما بيبقى عايز، ودراما وعاطفة تقيلة قوي في النص. مش مسلسل محروق، ومليان في كل الشخصيات وأعداء وقصة تتقال، ومسلسل بيحكي تاريخ عن نفسه مع كل تقدم واستكشاف صغير في العالم بتاعه. له مشاكله لكن مش لدرجة انه ياخد وصف معيوب. اللفظ تقيل عليه وهو بيقدم جودة، لان معيوب معناه ان المسلسل ما قدرش يوصل المحتوى والمتعة والترفيه والابداع بالشكل الجميل اللي خرج بيه، لان في جوهره المسلسل غير تام. شكرا للمتابعة، وسيبكم تكلموا بيومكم. Peace. No one's perfect. My time in Amphibia taught me that we're all changing and improving and learning as we go. Every time I hit an obstacle, I found a way to overcome it. When I thought Sasha and Marcy would be stuck in their old ways, they proved me wrong and our friendship got stronger. And Wartwood, the oldest fashioned, least accepting place, ended up accepting me as one of their own.